معايا احمد. مساء الخير يا ابو حميد، معلش انا اسف طولت عليك. لا مفيش حاجه. ازيك يا حماد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مبدئيا بس عايز اقول لحضرتك ان حضرتك مش محتاج مشكله عشان تعرف الناس بتحبك قد ايه، يعني دي حاجه معروفه يعني. ربنا يخليك يا ابو حميد. قول لي انت فين يا احمد، في العربيه ولا في البيت ولا في الشغل؟ في العربيه. رايح فين كده؟ الدنيا زحمه؟ زحمه جدا. انا كنت جاي من عين شمس رايح على المعادي يعني. يا نهار ابيض، انت ربنا معاك بقى. انت قاعد شويه حلوين. طب قول لي يا احمد، عايز تقول ايه؟ انا زملكاوي مبدئيا، عايز بس اقول كلمتين لجمهور الزمالك عشان ما ننساش تفاصيل صغيره كده بتفرق جدا معانا يعني. اولا عايزين نفتكر بدايه فيريرا اول ما جه. هو اول ما جه عمل 10 فوز ورا بعض، منهم 6 1-0 باداء مش حلو خالص. صح. بس كانت اللعيبه مساعداه. ازاي مساعداه؟ يعني انا مثلا ماتش المصري اللي فات ده كان شكلي مش حلو قوي، بس لو مصطفى فتحي حط كورتين اللي جم في الاخر وكنت طلعت كسبان 3 وسكور والدنيا زي الفل والكلام ده. امبارح برضه نفس الكلام، مصطفى فتحي الكوره اللي كان حطها في الشوط الاولاني كان الماتش هيفك. صح. الاسماعيلي امبارح راقد ورا جون كان هيفك الماتش. طب انت شايف الزمالك هجوميا ليه ما بقاش؟ يعني شفت مش عارف سامعني ولا لا؟ انا سامع. الزمالك 27 هدف فقط. الزمالك تخيل ولا جون من كوره ثابته في الدوري، يعني اكتر فرقه جابت جوان ثابته في الدوري وادي دجله 7، بتروجيت 6، الاتحاد والطلائع 5، المقصه 4، الاهلي 3، الاسماعيلي 3، اسوان 3، الانتاج الحربي 3، الشرقيه 3، النصر التعدين جابت جون من كوره ثابته. الزمالك الفرقه الوحيده اللي في الدوري المصري ما جابتش ولا جون من كوره ثابته. تفسيرك لايه الكلام ده؟ انا اقول لحضرتك احنا هم يعني انا كنت قلت لحضرتك قبل كده في مكالمه ان عندنا المدربين المصريين الجيل القديم شويه ما بيهتمش بالتمرين على قد الماتش. احنا هو اهم حاجه الراجل اشتغل على الحته الدفاعيه شويه. مهم جدا يا كابتن عشان الناس اللي بصراحه اتحسنت. الناس اللي طلعت لمت شيكابالا لما اتكلم على كابتن محمد حلمي مع اختلاف عن المبدا، لكن الكلام نفسه الحمد لله ان الراجل جاي لعب بنفس الطريقه على 4-2-3-1 عشان تشوف الفرق في ان الوينجات اللي بترجع تدافع والوينجات اللي بتخش ال 18 والديفندر الثاني اللي جنب طارق اللي بيطلع يتقدم مع الهجمه. كل ده فرق احنا شايفينه في الملعب. المدرب هو يعني انت مبسوط شايف ان ناسيو شغال بشكل كويس؟ هو جاي حلو. يعني نفس بدايه فيريرا ونفس بدايه باتشيكو. لو حضرتك فاكر باتشيكو صح. بدايات هي كان الدفاع مهم بالنسبه له جدا. محتاج اللعيبه تساعده وتساعد نفسها انها الفرصه اللي تيجي تجيبها جول. صح. تفتح الماتش. صح. الخطط اللي بيلعبوا بيها الناس دي فعلا لو ما جابش جون في الاول بيبقى باين ان الفرقه ما بتلعبش كويس وما بيعملش اللي هو عايزه. صح. الجون في الاول يفك الماتش زي نفس فيريرا بالظبط. يعني فيريرا والمكسب بيخلي الناس تسكت شويه نوعا ما يعني. بالظبط. وبعدين يعني فيريرا في البدايه عمل 10 فوز بينهم 6-1-0 واداء مش باين انه مش حلو، بس فرقه صلبه. صح. احنا معناش احنا عندنا فرقه صلبه دلوقتي بس لسه هجوميا محتاجه تتحسن شويه. بالظبط. تمام يا ابو حميد، بشكرك يا احمد شكرا جزيلا. بيشتموا الله يكرمك. طب قول لي خلينا نرجع لفنيا تاني، انت شايف الزمالك ايه اللي ينقصه فنيا؟ اللعيبه يا كابتن. اللعيبه يا كابتن. اللعيبه دي لازم تتغير. ده الفرقه اتغيرت 30 مره. مش كلهم. طب قول لي مين اللي يقعد، بلاش نقول مين مشي عشان ما نجرحش حد. قول لي مين شايفه هو جدير انه يقعد في نادي الزمالك؟ لا مش هحدد اسامي. اللي احنا نجيب كده اللعيبه مين اللي عايز. في ناس مش عايزه يحترف. يا كابتن اللعيبه نجيب اللعيبه مين اللي عايز يحترف. اللعيب اللي عايز يحترف اتفضل يمشي بقى ان شاء الله يبقى اقل مبلغ يمشي. ونسيب اللعيبه اللي عايزه تموت نفسها وتاكل النجيله هي دي اللي تقعد. الراجل اللي كويس ناسيو شايفه كويس ماشي كويس؟ يا كابتن بس محتاج اللعيبه تساعده، محتاج اللعيبه تقعد في جنبه وتساعده. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، وهي سنه كده صعبه شويه نطلع منها بشكل كويس. ناس شايف ان هو يعني نوعا ما بيتحسن شويه. تفتكروا ماتش طنطا اتكلمت انا عليه وقلت الراجل بيلعب بصراحه، انا كان وجهه نظري لعب غلط خالص قدام طنطا، كان عامل زون ديفنس قدام طنطا ساب لهم الملعب خالص 45 دقيقه. امبارح نوعا ما لا كان في ضغط شويه من قدام، ابتدى يفهم الدنيا ماشيه ازاي. ما ينفعش لاعب فرق في الدوري المصري قاعد نص 45 دقيقه بقابلهم من ورا يعني. فنتمنى ان شاء الله التوفيق.